في الفيديو ده بقى هقول لك على شويه خفايا واسرار في انستجرام مش كتير يعرفها، فمعظمهم حاجات مخفيه وحبه صعب توصل لهم وعايزه خطوات كتير كده، وحاجات تانية كتير هتعرفها في الفيديو ده. فيلا بينا على الفيديو على طول. اكيد انت في مره بعت رساله لحد مش عامل لك فولو وفكرت تحذفها، بس دلوقتي مع التحديث الجديد فلو دخلت الشات تحذفها مش هينفع. فالحل بسيط، فكك من ابلكيشن انستجرام نفسه وخش على اي متصفح بتستخدمه وليكن كروم، وابحث عن موقع انستجرام instagram.com وسجل فيه عادي بالاكونت بتاعك وخش على الشات بتاعك مع الشخص ده، ومن هنا تقدر تمسح الرساله عادي خالص. وبرضه هو لغايه دلوقتي الحوار ده شغال، معرفش بقى بعد كده الموقع هيتحدث ولا ايه، بس هو لسه شغال لغايه دلوقتي. لو انت بقى عايز تظبط الهايلايتس بتاعتك على الانستجرام وتنزل ستوريات وتشيل ستوريات منها والحوارات دي، مش جاي معاك انك تنزل ستوري مثلا 24 ساعه وتستناه عقبال ما يخلص والناس تشوفه وكده، فتعالى اقول لك بقى ازاي تحط اي ستوري في الهايلايتس من غير ما تنزلها للناس والناس تشوفها وتستنى برضه 24 ساعه عقبال ما تخلص والحوارات دي. مبدئيا كده انت هتحذف انستجرام خالص، وهسيب لك نسخه قديمه شويه من انستجرام للاندرويد فيها الحوار ده يعني، بس الموضوع ده مش شغال للايفون عشان ما ينفعش انك تنزل نسخ قديمه يعني للايفون، فممكن تبقى تستعين باي موبايل اندرويد او جربها، ممكن تبقى لسه ما حدثتش فشوف يعني. وكده كده النسخه اللي انا هسيبها لك برده مش قديمه قوي عشان الامان بتاع حسابك، ولما تخلص ابقى رجعها النسخه العاديه بتاعتك وحدث يعني. المهم هتفتح الاكونت بتاعك عادي على النسخه دي وتخش تنزل ستوري عادي، وبمجرد ما تنزل تروح حذفها على طول بحيث ان ما حدش يلحق يشوفها يعني، وتستنى 24 ساعه. هتقول لي ليه 24 ساعه؟ هقول لك استنى بس شويه وهقول. فبعد ال 24 ساعه ما يعدوا هتدخل على الاعدادات وتكتب كده ريسنتلي ديليتد او المحذوفه مؤخرا، سواء بقى انت عامل موبايلك عربي او انجليزي فاكتبها يعني بالشكل ده، وهتلاقي الحاجه دي ظاهره قدامك. المهم لما تدخل عليها فهتلاقي كل الحاجات اللي انت حذفتها في اخر 30 يوم، سواء ستوريز بوستات اي حاجه من الحاجات دي، واللي هيكون فيها الستوري اللي انت لسه حذفها امبارح. فهتدخل على الستوري اللي انت حذفها من 24 ساعه وتلاقي تحت كده 3 نقط، فاعمل استرداد او ريستور مثلا، وممكن يطلب منك باسورد فهتكتبه. وهنا بقى انت المفروض تبقى جمعت ليه 24 ساعه، لانك لو دخلت على الصفحه دي قبل ال 24 ساعه فالستوري هترجع، بس هترجع والناس ينفع تشوفها تاني عادي، فلازم بعد 24 ساعه بحيث ان مده الستوري تبقى خلصت، فلو رجعت الناس ما تشوفهاش يعني وما تظهرش قدام الناس تاني. وبس لما تعمل ريستور بقى او استرداد فهتدخل على الهايلايتس عندك اكنك هتضيف هايلايت جديد يعني، وهتلاقي الستوري اللي انت رجعتها دي ضمن الستوريز اللي انت كنت منزلها قبل كده عادي. تقدر بقى تحطها في الهايلايتس وتظبط الحوار ده. شغل محترفين محترفين يعني، انا لو مكانك اشيل الهايلايتس خالص. بس يعني الفكره لو انت عايز تظبط الهايلايتس ومش عايز تنزل ستوريز كتير كده قدام الناس عشان ما يبقاش شكلك عبيط يعني، فبعمل الحوار ده وخلاص. يعني مثلا عملته مع لينكات السوشيال ميديا اللي انا حاططها في الهايلايتس عندي على الانستجرام، بحيث ان انا ما انزلهاش للناس كلها مره واحده كده ورا بعض، وبس اللي عايز يبقى يشوفها يعني يبقى يخش على الهايلايتس عندي وهيلاقيها، مش لازم يعني انزله 90,000 ستوري ورا بعض يعني، فمش هتبقى شكلها حلو يعني. والمهم برضو دلوقتي ابقى اعمل لي فولو على الانستجرام، بنعمل محتوى هناك قصير كده وحلو، ولينك الانستجرام هسيبه لك في الديسكربشن وفي اول كومنت تحت، يعني ما تبقاش رايح تعمل لي فولو على الانستجرام ولسه ما عملتش اشتراك هنا في اليوتيوب. فما تنساش اشتراك في القناه هنا وتعمل لايك طبعا للفيديو عشان الفيديو يوصل لناس اكتر يعني. وتعالى نكمل. في حاجه بقى حلوه بصراحه في الابديت الجديد، وهي ميزه الستيكرز اللي انت بتلاقيها لما بتضيف اي ستوري. فلو دخلت مثلا تضيف صوره او فيديو في الستوريز عندك فهتلاقي حاجه كده جديده اسمها ستيكر. فدي كل فكرتها ان انت لما بتختار صوره فهو بيبدا يشيل لك منها الخلفيه بحيث انك تقدر تستخدمها كستيكر في الستوري بتاعتك على طول، بدل بقى ما لسه تروح على مواقع تانية وتشيل الخلفيه والحوارات دي. فمن انستجرام نفسه الحوار سهل يعني. الناس بتوع الايفون الحوار ده بالنسبه لكم عادي صح؟ فانت في الايفون بمجرد ما تضغط على الصوره بس كده بيبدا ان هو يشيل لك الباك جراوند وتقدر تستخدمها كستيكر اصلا من غير بقى مواقع والحوارات دي كلها. والمفروض الفيديو ده بتصور قبل الاعلان عن سامسونج اس 24، والحوار ده هيكون برده موجود في السامسونج يعني، وهيبقى موجود في موبايلات كتير بعد كده اصلا عادي يعني. حته بقى كده للناس اللي مش سالكه، لو عايز تزود مشاهدات الريلز عندك بطريقه امنه وشرعيه وزي الفل ومن انستجرام نفسه كمان، فكل اللي انت هتعمله هتيجي على الريل اللي انت منزله ده وتروح واخده شير على الستوري عندك، وتقفل الصوت بتاعه من فوق كده يا باشا وترميه في اي حته تحت. ولو عايز تستخدم مثلا اي اغنيه او اي صوت من انستجرام نفسه فعادي استخدم يعني، وتنزل الستوري بتاعتك عادي، وكل المشاهدات اللي هتيجي للستوري دي هتتحسب تبع الفيديو اللي انت منزله، فتبقى برده منزل ستوري ومزود مشاهدات الريلز عندك ومن انستجرام نفسه. هي طريقه مش سالكه بس حلوه. وكده كده قريب يعني هعمل لك فيديو ازاي تتشهر على الانستجرام. تقريبا احنا بقالنا شهر ونص اهو بننزل محتوى على الانستجرام، هو مش يوميا بس حلو بصراحه يعني، مش وحش. فبرضه هبقى اعمل لك فيديو ازاي تتشهر، بس لسه لما تشهر انا الاول. فاحنا وصلنا تقريبا 1000 متابع او اكتر يعني على وقت تنزيل الفيديو. بس الفكره بقى ان انا دلوقتي بجرب حاجات كتير واستراتيجيات كتير عشان اختار الافضل يعني وانزل بيه فيديوهاتي، وابقى اعمل لك فيديو والخص لك الحوار ده كله في فيديو صغير. المهم بقى ازاي تعرف انت باعت لمين الفريند ريكويست ولسه ما قبلش لغايه دلوقتي. فبرضه في التحديث الجديد الحوار ده مش موجود وهم حذفوه، فهنستعين بالنسخه القديمه تاني. فلو انت حذفتها حملها من اللينك اللي هسيبه لك في الديسكربشن، وعايزك تركز بقى عشان الموضوع ده حواراته كتير ورخم. فهتدخل على نسخه الانستجرام اللي هسيبها لك تحت برضه، وهتدخل على الاعدادات
وتدور على داونلود يور انفورميشن، او اللي هي تنزيل بياناتك او معلوماتك. انت بس اكتب داونلود او تنزيل وهتظهر لك يعني، وهيفتح معاك الصفحه دي، فهتقول له داونلود اور ترانسفير انفورميشن. وبعدين لو طلب منك تحدد اكونتات معينه، عشان دي حاجه لسه معموله جديد، ان هو بيربط لك كل الاكونتات اللي في ميتا في مكان واحد او اكونت سنتر واحد يعني، بحيث ان كله يبقى مربوط ببعضه، ولو نزلت ستوري هنا تنزل هناك والحوارات دي. انت فوقك من الكلام ده كله، انت بس هتحدد الاكونت اللي انت عايز تعرف من عليه انت بعت فريند ريكويستس لمين، عشان حجم البيانات اللي تنزل ما تبقاش كبيره يعني. فانا مثلا هحدد الاكونت ده وتعمل نيكست، وتختار من دول كل المعلومات المتاحه اللي هي الاولى دي، وتعمل تنزيل على الجهاز، بلاش جوجل درايف. وفي الاخر كرييت فايل اللي تحت دي، بس اتاكد انك كاتب ايميل هنا يكون شغال وبيجيلك عليه رسائل يعني. وبعد شويه هتفتح الايميل بتاعك ده، هتلاقي عليه رساله من الانستجرام، فوقك منه واطلع خالص، وهتدخل تاني على الانستجرام وتدخل على نفس الصفحه اللي هي بتاعت داونلود يور انفورميشن، وهتلاقي حاجه جديده ظهرت لك كده. بس يعني بدخل على الانستجرام بعد 10 دقائق مثلا، ما تخشش في نفس اللحظه يعني، فتقدر تحمل النسخه دي. ولو طلب منك برضو باسورد فاكتبه عادي، ولما تحمل فركز بقى، عشان اللي فات ده كله كوم واللي جاي كوم تاني خالص. فهو معلش، اصل الطريقه دي انا اللي مخترعها، فهتلاقيها سهله زي ما انت شايف. بس والله انا قلتها السنه اللي فاتت في فيديو يعني، وعجب ناس كتير، وكان شغال الاندرويد والايفون، بس دلوقتي مع الابديت الجديد يعني فكل حاجه اتغيرت بقى. فالطريقه سهله يعني، بس انت ركز. فهتدخل بعد كده على الملفات بتاعتك، وتيجي على فولدر الداونلودز وتفتحه، هتلاقي فيه ملف مضغوط كده من انستجرام موجود باسم انستجرام وبعدين اليوزر نيم بتاعه. تعمل فك للضغط ده عادي، وتدخل على الملف اللي هو بعد ما فكيت الضغط ليه يعني، وهتلاقي فيه ملفات اكتر، فوقك منهم هم الكل، ودور على ملف اسمه كونكشن. وبرضه لو انت عامل الانستجرام بتاعك بالعربي فهتلاقي نفس الكلام ده بالانجليزي، الملفات كلها هتنزل بالانجليزي يعني، فانت دور عليهم بالانجليزي عادي. فهتلاقي ملف اسمه كونكشن، خش عليه، وهتلاقي جواه ملف تاني اسمه فولورز اند فولوينج، خش عليه هو كمان. فهتلاقي كذا ملف HTML، واحنا كده خلاص نعتبر وصلنا اخيرا. فتختار منهم الملف اللي هو اسمه recent follow request وتفتحه، وهتلاقي هنا بقى كل الاكونتات اللي انت عملت لها فولو السنه اللي فاتت تقريبا، او على المده اللي انت محددها يعني. وكل اللي انت تعمله هتاخد اليوزر بتاع الاكونت ده وتروح على الانستجرام وتلغي الفولو اللي انت عملته له. انا عارف ان الطريقه رخمه، بس انا ماليش دعوه، انت اللي ماشي تبعت فولو لاي حد. المهم يعني يفضل برضو بعد ما تلغيهم تبقى تحذف بقى الملفات اللي انت نزلتها دي كلها، عشان هو بينزل لك نسخه من كل بياناتك اللي على الانستجرام يعني. مثلا بينزل لك نسخ من الستوريز اللي انت نزلتها ومن البوستات اللي انت نزلتها، فده كله هياخد مساحه عندك على الموبايل يعني. ابقى امسح الملف اللي انت نزلته ده عشان المساحه وكده. فانا حاسس ان الفيديو طول كده وانت شكلك زهقت، بس هو لسه فاضل 3 4 حاجات كده وانا نفسي مكسل اقولهم برضه. فتعالى مثلا نريح شويه كده وتقول لي بتستخدم انستجرام من امتى. انا مثلا من 2017، والاكونت الجديد من شهر 11 2023. ولو انت مش فاكر بتستخدم انستجرام من امتى، فممكن تدخل على الاكونت بتاعك وتضغط على اليوزر نيم بتاعك كده من فوق، وهيظهر لك يعني البيانات بتاعتك دي كلها. فقول لي في الكومنتات بتستخدم انستجرام من امتى، عايزين نشوف اقدم واحد فينا. هحكي لك بقى على حاجه كده كمان. فمن ضمن الطرق اللي انا كنت بستخدمها عشان ازود المتابعين للاكونت بتاعي القديم، وكانت بتجيب متابعين حلوين يعني، وكبرت الاكونت شويه كمان، فكنت مثلا بخش على اكونت حد مشهور، وبعدين بعمل فولو لكل الناس اللي هو عامل لهم فولو، فكان الاكونت بتاعي بيظهر كحساب مقترح عند الناس دي. فالناس بقى تبدا تعمل لي فولو والحوارات دي. اروح انا بقى بعد شويه الغي الفولو اللي انا عملته للناس المشهوره دي، وكل يوم اكرر نفس الحوار ده. بس كنت باخد شويه حذر من انستجرام ما تعدش بقى. فهي برده ما كانتش طريقه سالكه قوي، بس كانت بتجيب متابعين يعني. فما اعرفش هي دلوقتي شغاله برده ولا لا. بس ما تتعبش نفسك وتعمل الحوار ده كله، انت عندك ابلكيشنز زي توب فولو مثلا بيزود لك متابعين عادي، فانت بتدخل تعمل فولو لناس وتجمع كوينز، وبعد كده تبدلهم بمتابعين عادي. بس نصيحه كده، لو انت حد بيعمل محتوى اوعى تزود اي متابعين فيك، لان بالعكس الحوار ده هيقلل الوصول بتاعك ومش هيشهرك اكتر يعني. فهي منظر بس لو انت بتستخدم اكونت عادي شخصي كده. ويفضل كمان حتى لو انت بتعمل محتوى انك تدخل تلغي الناس اللي ما بتتفاعلش معاك على طول. اول نصيحه هي من فيديو ازاي تتشهر على انستجرام اللي لسه هيتعمل، وهقول لك السبب ليه لما نبقى ننزل الفيديو. المفروض يعني بعد الكلام ده كله تبقى عملت اشتراك اساسا يعني. انا حاسس ان النور اللي كان هنا ده ما كانش مظبوط من اول الفيديو، بس والله ما انا عايد، دي تاني مره اعيد الفيديو. انا بصور الساعه 8 اصلا يعني، الساعه دلوقتي 9 و16 دقيقه، 9 الصبح مش بالليل، فدي تاني مره اعيد فيها الفيديو اساسا. لا هو النور ما كانش ظاهر فعلا، بس مش مهم، ماليش دعوه. شوف الفيديو كده براحتك خالص وزي الفل. في ميزه جديده برضو انستجرام عاملها والناس لسه مش فاهماها، وهي ميزه النوتس اللي على البوستات والريلز دي. فكل فكرتها لو عدى قدامك بوست مثلا فتقدر تكتب عليه نوت كده، ودي مش بيشوفها صاحب البوست نفسه، بيشوفها ناس انت اللي بتحددهم، فوليكن مثلا لكلوز فريندز او حتى الناس اللي انت عامل لهم فول، ولما البوست بيعدي قدامهم بالصدفه فبيشوفوا النوت بتاعتك عليه، انما هم ولا بيوصلهم اشعار ولا صاحب البوست بيوصله حاجه. فبس هو ده كده فيديو النهارده. الفيديو ده متصور مرتين لغايه دلوقتي اهو، بس مش مهم. فالمهم يعني لو انت مكمل معايا لغايه دلوقتي، قول لي بقى بتستخدم انستجرام من امتى في الكومنتات. وطبعا ما تنساش بقى تعمل اشتراك هنا في القناه، وتعمل لايك على الفيديو كمان، وفولو على الانستجرام، هسيب لك اللينكات في الديسكربشن وفي اول كومنت. وعلى تيك توك برضه بنعمل محتوى قصير يعني، هتلاقيني في كل حته خلاص. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.